تعالوا نشوف ازاي هيخلي الفرخة دي بطريقة سهلة وبسيطة وتقدري تستفادي من كل حاجة، وهيعمل لك كمية حلوة قوي قوي منها. يعني زي ما انتوا شايفين كده، هو قطع الجناحات الاول على 3 قطع، وادي اول حاجة بيقطع الاوراق. شايفين؟ هتخلي الفرخة في دقايق، ومش هتاخد معاكي ولا وقت ولا اي حاجة خالص، وطريقتها سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت عملتي كمية حلوة قوي منها. يعني انتوا لو اكتر من 4 5 افراد، الفرخة دي هتكفيكوا قوي. هتقدري تعملي اي صنف بيها انت عايزاه، سواء بانيه او ستريبس. اي حاجة انت هتعمليها هتلاقيها حلوة قوي. حتى لو شويتيها مش هتاخد معاكي وقت خالص على النار، لاني حتى القطع بتاعتها مفرودة، ويعني مش هتاخد سوا معاكي على النار. شايفين؟ بيخلي هنا كمان الصدر، هو هنا قطع الورك على 3 قطع، وبيخلي العظم خالص اهو من الصدر عشان يبدأ يعملوا بانيه. البنات الجديدة في المطبخ اللي نفسها تتعلم ازاي تقطع البانيه في البيت، اهو قدام منك الفيديو كامل بكل تكاته. شايفة؟ مسك الجزء الاولاني ده وقطعه وفصله، وبعد كده هيقسم الفصين دول كل واحدة فيهم على 3 قطع. يعني شايفين؟ قولي الصدر عمل لك 6 قطع، غير الوراك عامله لك 6 قطع الاتنين، يعني معاكي 12 او 13 قطعة من الفرخة.